السلام عليكم. النهاردة عايزين نرسم شكل تقاطع حر. آه، مختلف شوية، يعني مش هنقول فيه سيمترية. تعالوا نتخيل مع بعض إن إحنا عندنا بولي لاين ده هنقول مثلا طوله 1500 متر بالشكل ده. وبعدين نيجي ناخد منه أوفست بمقدار مثلا 5 متر يمين و5 متر شمال سكيب، وبعدين نعمل أوفست بمقدار 11 متر يمين و11 شمال بالشكل ده. الخط اللي في النص ده هنقول إن ده سنتر لاين، ممكن نديله طبعا يفضل إن احنا نعمل ليارات، بس احنا هندي ألوان على أساس إن احنا ما نضيعش وقت في موضوع الليارات. وهنا آه هنديله هنا نوع الخط يبقى خط سنتر، ونديله سكيل كده 10 على أساس إن هو يبقى معانا إن هو خط سنتر لاين. وهنا الخط ده والخط ده يبان إن هو عبارة عن جزيرة وسطية، فممكن نديله لون مختلف وليكن مثلا اللون الأصفر. وعندي هنا الخط ده والخط ده نديله مثلا اللون الأخضر كحدود أسفلت. هاخد بقى كوبي من الشكل ده، وبعدين هعمل له هنا روتيت عند النقطة دي مثلا بزاوية نقول 200 أو 135، بحيث إن التقاطع يبقى موجود عندنا بالشكل ده، على فرض إن ده تقاطع حر. يعني آه طريق معدي من فوق طريق بكوبري، وبينهم هيبقى فيه رمب وهيبقى فيه لوب. طيب أول حاجة عايزين نرسمها، عايزين نرسم اللوب. أول حاجة أنا هاخد أوفست بعرض الحارة الخاصة بالأكسلريشن مثلا 5 متر من الخط ده، وهنا برضو نفس الكلام. وهاجي أقول له ترم، اقطع لي هنا واقطع لي هنا، وأشيل الزيادات الداخلية دي، بحيث إن أنا أبقى حققت أنا ماليش علاقة بالحارات المين بتاع الطريق. بعدين هاجي هنا هعمل سيركل، وأقول له تي تي ار تانجنت راديوس. أختار الخط ده مع الخط ده وأديله مثلا راديوس 100 متر، بحيث إن هو يرسم لي الدايرة دي. أقول له ترم وأشيل الزيادة اللي هنا دي، وبعدين هاخد منها أوفست بمقدار 5 متر اللي هو عرض الحائط. بعد كده هقول له ترم، وبعدين أشيل الزيادة اللي هنا وأقطع هنا كمان، وأشيل الزيادة اللي هنا وأقطع هنا كمان. تمام. فإحنا دلوقتي جهزنا اللوب. آخد من اللوب ده أوفست بمقدار مثلا 15 متر لبره كده، وبعدين هاجي أقول له سيركل تانجنت راديوس ما بين الخط ده وما بين الخط ده، ونقول مثلا هيبقى عندنا الراديوس نقول 100 متر. ترم، أشيل الزيادة اللي هنا دي وأشيل الزيادة اللي هنا دي، وطبعا الوصلة اللي تحت دي أعمل لها الريس. وهنا مثلا ممكن نيجي أقول بولي لاين، آخد خط من النقطة دي مثلا يبقى تانجنت، أقول له كنترول مع كليك يمين كده وأختار إن هو يبقى تانجنت للسيركل بتاعتنا دي. طبعا هنا تانجنت عند النقطة دي كده. بعد كده أقول له ترم تي ار انتر، أشيل الزيادة اللي هنا دي، وبعدين أجي أشيل الوصلة دي الريس. بعد كده هقول له سيركل تانجنت راديوس ما بين الخط ده والخط ده، كده دي راديوس كبير شوية، نقول مثلا 300 متر عشان يظهر معانا بالشكل ده. ترم تي ار انتر، اشيل الزيادة اللي هنا واشيل الزيادة اللي هنا، وادي شكل ده شكل الرامب بتاعنا. نوصل بقى الخطوط دي ببعضها كده، ونقول له جي انتر جوين، نربطهم كلهم ببعض. سلك هنا واقول له اوفست بمقدار 5 متر داخلي كده، وبعدين اجي هنا اقول له ترم، اشيل الزيادة اللي هنا واشيل الزيادة اللي هنا. نفس الكلام في الجهة التانية، أشيل الزيادة اللي هنا وأشيل الزيادة اللي موجودة هنا. بعد ما خلصت هاجي بقى أقول له سيركل تانجنت راديوس، وأختار الخط ده مع الخط ده وأديله راديوس 2 متر مثلا. ترم، أشيل الزيادات اللي أنا مش محتاجها. نفس الكلام هنا، سيركل تي تي ار سي انتر تي تي ار انتر، واختار الاتنين تانجنت. وطبعا هنا هو بيبقى واخد آخر راديوس موجود، هقول له انتر اللي هو 2 متر. هعمل ترم واشيل الزيادات اللي موجودة عندي دي.
نفس الطريقة سيركل تي تي ار تانجنت تانجنت راديوس ترم تي انتر واشيل الزيادة. نفس الكلام هنا في الحتة دي سيركل تي تي ار، اختار ده مع ده وادي له راديوس 2 ترم تي انتر وبعدين اشيل الزيادات اللي انا مش محتاجها. اسلك على الخط ده وبعدين اسلك على باقي الخطوط واقول له جي انتر جوين، على اساس ان هو يربطهم لي ببعض بالشكل ده. بعد كده اجي هنا واقول له ايه، اقول له ممكن اقول له ماتش ام انتر، وطبعا امتش برضو الايه الجي. خلاص دي نهاية الكيرف اهي. هاجي هنا اقول له بولي لاين واقول له والله المفروض ان انا يبقى عندي هنا حارة تباطؤ، باعتبار ان ده الطريق اللي جاي من تحت وده الرمب هيطلعني الطريق اللي فوق. حارة التباطؤ دي المفروض بيكون لها حسابات. هنقول سي مثلا طولها 70 متر، اعمل اوفست 70 متر كده من الخط بتاعي، او انتر 70 انتر. وده خدت كده الايه الحارة بتاعتي. وبعد كده هعمل لها تيبر على المايل، التيبر هيبقى بميل 1 ل20. هنقول مثلا عرض الحارة هنا 5 متر، يعني احنا بنتكلم لو قلنا 1 ل20، فأنا بتكلم إن المسافة هتبقى 5 في 20. 5 في 20 هتديني كام؟ هتديني 100 متر. فأنا هاخد من ده أوفست بمقدار 100 متر لورا كده، وبعدين هقول له بولي لاين، أوصل الوصلة دي بالإيه بالخط ده كده، النقطة دي، وأقول له ترم، أقطع الزيادات اللي أنا مش محتاجها. وهنا طبعا أقطع الزيادة دي وأشيل الزيادة اللي فوق دي، خلاص الريس، أعمل لها كده الريس، بحيث إن هنا دي عرض الحارة الأساسية، وبعد كده ده التيبر بتاعنا بميل 1 ل20. وهنسلك هنا على كل الإيه على كل العناصر دي ونقول له جي انتر جوين، نربطهم كلهم ببعض. طبعا هنا الجزء الزيادة اللي هنا ده ممكن نعمل له ديليت بقى، خلاص احنا مش محتاجينه. من هناك المفروض يبقى في عندي حارة اكسلريشن، حارة تسارع بقى. خلاص باجي من الايدج كده او الاند بوينت بتاع الكيرف، واخد من هنا اوفست بمقدار مثلا هنقول طولها 120 متر بالشكل ده، وبعدين هقول له اخد مسافة للتيبر 100 متر بالشكل ده، بولي لاين بي ال انتر، واوصل النقطة دي بالنقطة دي. وبعدين هقول له هنا ترم تي ار انتر، اشيل الزيادة اللي هنا واشيل برضو الزيادة اللي هنا، والجزء ده انا مش محتاجه الريس، والجزء ده كمان انا مش محتاجه. نشيل الخطوط اللي ملهاش لازمة، سلك على كل الخطوط، بعدين نقول له ري انتر جوين، اربطهم لي ببعض ماتش ام اي انتر، واقول له ده بالنسبة لي كان الايه شكل التقاطع بتاعي. طبعا ممكن ندي هنا لون مختلف، نقول مثلا دي باللون السيان مثلا، او نديها لون يبقى واضح شوية الماجنتا. حلو. وممكن نهتشها بقى نقول له هاتش بالشكل ده، وندي الهاتش ده طبعا اللون المناسب او الايه الشكل المناسب. طبعا مش هيبقى ده الشكل بتاعنا، ممكن نختار شكل اكثر واقعية ونديله اللون مثلا اللون الاخضر بالشكل ده. كده نبقى رسمنا الايه الرامب بتاعنا ده. طبعا هنا التيبر، بعد كده دي حارة الديسيلريشن، وبعد كده دخلت على الرامب، وبعدين خرجت من الرامب في الجهة التانية، وادي حارة الاكسلريشن، وبعد كده التيبر، وبعد كده دخلت على الطريق بتاعي مرة تانية. وكده خلصنا الفكرة اللي عايزين نشرحها.